في إطار تنفيذ مخطط قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بشلف قصد الحفاظ على محيط المؤسسات التربوية وحماية المتمدرسين من كل الأخطار، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالهرانفة نهاية الأسبوع الماضي من توقيف 3 مشعوذات تتراوح أعمارهن بين 30 و 60 سنة على متن سيارة سياحية بالمدخل الغربي للبلدية من أجل الاستهزاء بالمعموم من الدين، فضلا عن ممارسة الشعوذة والعرافة. تعود حيثيات القضية بعد إخضاع سيارة من نوع إيديس إلى عملية تفتيش دقيقة نظرا لإفراط سائقتها في السرعة بإقليم البلدية، إذ تم اقتيادهن إلى كتيبة الدرك الوطني بعين مران قصد تفتيشهن من طرف العنصر النسوي، حيث تبين أنهن مسبوقات قضائيا بتهم النصب والاحتيال والسرقة الموصوفة. أسفرت عملية التفتيش عن وجود طلاسم وأحراز الشعوذة لدى بعضهن مع حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر ب20 مليون سنتيم، إضافة إلى أقراض ذهبية تعود لبعض المتمدرسات. سيتم تقديم الموقوفات أمام الجهات القضائية المختصة، وهذا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في شأنهن.